اللعب مع الكبار يكبروا، اللعب مع العيال يصغروا. الاسعاف رجاله الامن تجيب الشاب اللي وقع هنا بعد اذنكم. في واحد توفى من رجاله الامن، استاذنكم الخروج والف سلام عليكم وتخرجوا بالسلامه. اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. النهارده معانا خبر صادم هز السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. هنحكي لكم القصه الكامله لحفل محمد رمضان اللي اتحول من فرحه وانبساط لكارثه بكل المقاييس. البدايه كانت ليله الخميس 31 يوليو 2025. الناس كلها كانت متجمعه في مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي مستنيين محمد رمضان يطلع يعمل شو نار كعادته، وكل حاجه كانت ماشيه تمام لحد ما حصلت الكارثه. واثناء فقره الالعاب الناريه وقبل ما رمضان يطلع على المسرح بثواني حصل انفجار ضخم عند معدات المؤثرات البصريه، تحديدا جنب مكان الفاير ووركس، وكان قريب جدا من محمد رمضان نفسه. الانفجار ده اسفر عنه وفاه واحد من فريق الفاير شو واصابه 6 اشخاص تانيين باصابات ما بين متوسطه وخطيره، واتنقلوا بسرعه على المستشفى. واول رد فعل من محمد رمضان كان صدمه، لكنه اتحرك بسرعه وطلب من الجمهور يخرجوا بهدوء، وقال بنفسه مش همشي غير لما اتاكد ان الناس كلها خرجت بخير، احنا اهم حاجه عندنا ارواح الناس. وفعلا تم إخلاء المسرح في وقت قياسي، وجات الإسعاف والشرطة وبدأت النيابة في التحقيق في الحادث. وبعد ما الجمهور خرج رمضان طلع لايف وقال الصوت ده مش من الفاير ووركس، دي محاولة اغتيال مكتملة الأركان. والكلام ده عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والناس بدأت تسأل معقول كان في استهداف لمحمد رمضان؟ ورمضان رجع بعدها بساعات ونشر توضيح على حسابه وقال غالبا هو انفجار اسطوانة غاز تابعة للفاير ووركس وجاري التحقيق، وأسأل الله إن يرحم حسام ويتم شفاء المصابين، دي مش محاولة اغتيال، ده قضاء وقدر. وأكد إن انفعاله في الأول كان بسبب الصدمة وشدة الانفجار وقربه منه، وبيعتذر لو صرح بحاجات وقت الموقف بدون تأكيد. ومنظم الحفل ياسر الحريري طلع في بيان رسمي وقال إحنا متعاقدين مع شركة ألعاب نارية معاها كل التصاريح، والخطأ الفني ده مش مننا، بس المنظم دايما بيتحاسب للأسف، خير إن شاء الله. وكتب كمان على الانستجرام الشركة اتعاقدت قانوني، وانفجار المعدة كان جوه الفريق الفني نفسه، المصابين هم العاملين مش الجمهور. طبعا ربنا يطمنا على المصابين ويطمن اهاليهم عليهم. يعني الموضوع دوت المنظم ملوش علاقه بيه، طالما بتاع الفاير جاي وجاي بتصاريح وجاي، يعني احنا بنشغله. يعني حرام المنظم يلبس كل اي حاجه. والجمهور وقف في صف محمد رمضان واشادوا بتصرفه السريع واهتمامه بسلامه الناس. كتير قالوا ان الحفله دي كانت ممكن تتحول لكارثه اكبر، لكن ربنا لطف. وخلاصه الموضوع ان الحفل كان المفروض يبقى ليله فرح، اتحول في لحظه لحادث مأساوي، لكن تصرف محمد رمضان السريع وتدخل الاجهزه المعنيه منعوا الكارثه تبقى اكبر. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل الترندات الجديده اول باول. واشوفكم في حلقه جديده من ترندات وبس. سلام.